السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، كل حبايبي اللي في قناتي او كانوا في قناتي، لان طبعا انا بقالي كتير جدا مش بنزل فيديوهات وكده، بس انتوا وحشتوني وحبيت اطلع اتكلم معاكم. وليه انا بعدت شويه عن القناه على سبب غيابي، واكلمكم بقى عن حاجات والله العظيم بجد هقول لكم عن كل الاسرار اللي الناس بتخبيها عليكم، الصدق والكذب، وفي حاجات كتيرة ان انا يعني ايه من قلب بقى الاحداث نفسها اللي انا مريت بيها في القناة. طالعه اقول لكم كل حاجة. بس يا ريتك تسمعي الفيديو يعني الاخر وتعملي لي لايك، يعني فضلا منك. بص يا حبايبي، اول حاجة انا هتكلم. طبعا انا قبضت ايه من اليوتيوب؟ انا بادئه القناه يعتبر ما كانش فيه الزحمه دلوقتي زي دلوقتي كده. انا بادئه القناه من بقالي يعني 6 سنين. يعني بجد عايزه اقول لكم انا تعبت فيها جدا، والناس طبعا اللي متابعيني، وفي ناس كتير قوي بادئه معايا، وفي ناس ربنا كرمها ويعني يعني بادئين بعدية، وفي بادئين معايا وكده. آم، بصوا عايزه اقول لكم بجد والله العظيم انا مش هكذب عليكم. انا اول طبعا ما بدات قناتي دي، انا كان عندي يعني زي اي حد كده عايز يحسن طبعا من مستواه ومن دخله، ويبقى له مصدر رزق. وده مش عيب ان احنا نحاول في اي حاجه، ان طبعا الواحد ما اشتغلش او كده. فانا الواحد كان نفسه يلاقي نفسه في حاجه هو يكون بيحبها. انا في البدايه كنت حابه الموضوع ده جدا، وكنت حابه ان انا اصور وكده، وكنت متابعه قنوات روتين ويعني فكنت مش عارفه يعني ايه، كنت بحب اتفرج عليها. فقلت يمكن انا كمان لما برضو ابدا ان شاء الله يعني ربنا يكرمني وكده، واغير بقى من حاجات كتير يعني. مش عيب ان الواحد يحاول يطور من نفسه. تعالوا اتفضلوا اشربوا معايا شاي. فالمهم حبايبي، عايزه اقول لكم بس عشان الناس اللي داخله تعرف قبل اليوتيوب، والله العظيم والله العظيم انا ما قبضتش اي حاجه من القناه. واساسا القناه مش متفعله يعني. طبعا انتوا عارفين ان انا قعدت فتره ما بنزلش فيديوهات، فالقناه وقعت ساعتها كلها. والله العظيم يا جماعه انا ما بكذب، والله والله انا ما خدت اي حاجه من القناه ولا قبضت اي حاجه من القناه. مش معنى كده ان بقى اليوتيوب ما بيقبضش، لا الناس بتقبض، بس الناس اللي هي مستمره، والناس اللي هي عندها مشاهدات ده بيقبضها، والناس اللي هو عندها دعم من الناس اللي بيشاهدوها. فعايزه اقول لكم بصوا انا تعبت والله في القناه كتير جدا جدا جدا، والناس اللي هي يعني متابعاني عارفه ده. كنت بعمل في رمضان بثات مباشر كتير وكتير جدا يعني. كنت اقعد بالساعتين، تخيلوا انتوا كده. وكان كان في ناس مستقصدين القناه، كانوا بيدخلوا يقفلوا لي البث المباشر، وارجع تاني ان انا افتحه تاني عشان اجمع 10 ساعات و20 ساعه، واجمع. لان طبعا اللي ما يعرفش ان اليوتيوب ده اساسا ليه شروط. يا جماعه ايه هي شروط اليوتيوب؟ اليوتيوب له على ايامي انا كان ليه 1000 مشترك و4000 ساعه. ده طبعا بعد ما بتفعلي بيبقى فيه شروط تانية. المهم ان انا ايه، قعدت اجتهد وانزل واشتغل والكلام ده كله، وربنا كرم ايه، ورحت مجمعه اللي هي ال1000 مشترك. ودي بتبقى سهله يعني ايه، ان انت تجمعي. اللي كان بقى معضله وكان متعب وكده اللي هما الايه ال4000 ساعه. 4000 ساعة دي طبعا كانت مشكلة، ولما جمعتهم كنت فرحانة جدا ان هو ايه، ان ربنا هيكرمني. بدأت بعد بقى اما جمعت ال1000 مشترك وال4000 ساعة اللي هم ضاعوا دلوقتي، بدأت ان انا اقع في حاجة تانية خالص. ان هي في حاجة اسمها، عشان اول حاجة عشان يجيلك البين كود اللي المفروض انتي بتجمعي 10 دولار. دول اساسا انتي مش بتاخديهم في القناة، دول المفروض اليوتيوب ان هو بياخدهم. بدأت انزل فيديوهات طبعا، ودي كانت مشكلة انا وقعت فيها. بقيت انزل فيديوهات كتيرة كتيرة، وبدأ يجيلي ايه يعني، مثلا الفيديو ابقى تعبانة فيه ومنزلاه وكده، ويجيلي فيه بالسنت وال2 سنت. سنت ده يعني ايه؟ يعني عبارة عن قرش كده، يعني مش محصل قرش كده. مش عارفة، حاجة ضئيلة جدا يعني. الدولار يا جماعة 100 سنت. فتخيلوا انتوا بقى يعني السنت ده هيبقى كام مثلا؟ مش محصل نص جنيه مثلا او ربع جنيه يعني. مش عارفة. فبقى الموضوع ايه بالنسبة لي؟ جاي لي زي احباط. طب وايه ده؟ انا هفضل بقى على كده؟ طب فين يا جماعة
الدولارات اللي بنشوفها اللي الواحد دخل اليوتيوب على اساس ان هو ايه يعملها. طبعا انا ده كان غباء مني، لان انت المفروض كنت انا استمر، يعني المفروض الواحد يستمر. فكنت كل ما القناه تتقدم اشتغل كتير، هتلاقي عندي فيديوهات كتيره جدا، ارجع تاني طبعا الاحباط يمسكني، وارجع تاني من نقطه الصفر، اغيب فتره طويله وارجع. فطبعا ده كان ايه ضيع ايه المشاهدات. وبدأ اليوتيوب طبعا لغى التفعيل عندي، وبدأت المفروض ان انا اجمع الساعات من اول وجديد، لان طبعا في حبايبي دخلوا وسألوني يا انت ليه ام جانا بعيدة. ده جماعة دوت السبب، وفي سبب تاني طبعا كان نفسيتي متدمرة جدا وكنت تعبانة جدا. بعد وفاة امي توفى اخويا، فده والله كان مدمر نفسيتي جدا جدا جدا. فبدأت ان انا مش عارفة، عندي زي يأس، عندي احباط، معلش هدف ان انا اعمل اي حاجة. فعايزه اقولك لو انت حابه تفتحي قناه، مش بيئسك والله ولا اي حاجه، بس حاباك ان انت تاخديها كشغل وتهتمي وتنشري فيديوهات باستمرار، مش زي كده مثلا بغيب بالشهور او كده. لا، انا تعبت كتير جدا 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 لدرجه ان نظري ضعف من كتر طبعا ما كنت بشتغل وبثات مباشر والكلام ده كله. وعشان ما لقيتش ده ممكن سبب لي احباط. لكن اللي عايز يدخل مجال اليوتيوب المفروض ان هو ما يحبطش. بس يا جماعه، وهو دوت يعني كان كلامي عن القبض وكده وبس. ويا ريت بقى لو حد شاف الفيديو يكتب لي وكده. وطبعا بشكركم جدا، والسلام عليكم، باي باي.